اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده انا جايب لكم شويه اكسسوارات كده جامده قوي هتروش على البي سي بتاعك حرفيا. شويه حاجات ار جي بي زي جي بي يو هولدرز، هيت سينك للرامات، هيت سينك للام دوت 2 وحاجات اكتر من كده. والفكره ان اسعارهم مش عاليه قوي، فعارفين انت لو جبت كام حاجه منهم مش شرط كلهم هيعملوا لك شكل جامد قوي في البي سي. انا مثلا كان مشكلتي ان انا الرامات كنت جايبها مش ار جي بي، وده طبعا عشان اوفر في السعر. وبعد كده يعني بعد ما معايا فلوس عايز اجيب حاجه تخليها ار جي بي، بس في نفس الوقت مش عايز ان انا ابيعها وارجع اشتري من الاول حاجه ار جي بي. طبعا هتقول لي طب ليه ما تجيبش عليها حاجه ار جي بي وخلاص؟ هقول لك عشان لما في نوعين مختلفين بيحصل مشاكل وكده، كنا عاملين فيديو قبل كده عن الموضوع ده، فهسيب لك الفيديو في الاي اللي فوق وبرضه في الديسكربشن. المهم يعني فاشتريت الاكسسوار ده من صفحه اكستريم ماج، وكل المنتجات اللي موجوده النهارده هي من اكستريم ماج، هتلاقي اللينك بتاعهم في الديسكربشن. القطعه اللي انا اشتريتها دي وهي هيت سينك للرامات. مجرد ما انت بتشيل الهيت سينك القديم تحط الهيت سينك الجديد، او حتى لو الراميه بتاعتك ما فيهاش هيت سينك، مجرد بس ما بتركبها بيتحول لار جي بي تماما، وايه ار جي بي مش ار جي بي عادي. والكيت الاثنين الهيت سينك بحوالي 550 جنيه، فيعني سعرها مش عالي قوي بصراحه بالنسبه لان هم اثنين. كل القطع اللي حوالي النهارده بتيجي باصله ايه ار جي بي، بتحطها في البورده وتقدر بقى تتحكم في الار جي بي بتاعها من خلال السوفت وير بتاع البورده او سوفت وير خارجي مثلا، بتشتغل مع كله. والحلو برضه انت ممكن تعمل مزامنه مع باقي القطع، فيعني مش هتجيبها وهي تبقى ماشيه في حته والقطعه الثانيه حاجه ثانيه. تاني قطعه وهي هيت سينك للام دوت 2. هتقول لي طب انا جايب له ليه هيت سينك؟ هو اصلا مبقاش باين. فبورده زي بتاعتي مثلا زي ما انت شايف الهيت سينك فعلا باين، هو تحت البامب على طول، ولما حطيتها فعلا كانت مديها جو جامد قوي. غير ان الاي جي بي بتاعها ما تحسوش ان هو حاجه مثلا باينه قدامك، لا معمول له ديفيوز كويس جدا بصراحه. وهيت سينك الام دوت 2 ده كان بحوالي 300 جنيه، والفكره ان القطعه كلها تركبها في منتهى السهوله حرفيا، وبرضه بيتوصل لمدخل اي ار جي بي. طب سؤال بقى عشان القطعه كده هتفضل تكبر مننا، انا ازاي هجيب مداخل اي ار جي بي لكل القطع دي؟ بص انت عندك حلين، يا اما تجيب ار جي بي كنترولر وتوصل فيه مداخل اي ار جي بي زي ما انت عايز، او في حاجه جامده برضه جدا هم عاملينها في كل القطع، وان انت عندك في كل وصله مدخل اي ار جي بي نتايه ومدخل اي ار جي بي دكر. فممكن تدخل المدخل اي ار جي بي نتايه في الدكر اللي موجود في البورده، وبعد كده تدخل الدكر في النتايه بتاعت قطعه ثانيه، وهكذا وهكذا، وتوصل كل القطع بمدخل اي ار جي بي واحد. فبصراحه حاجه صعبه جدا. هتكلمني على الخامات، فالهيت سينك بتاع الرامات والهيت سينك بتاع الام دوت 2 كانوا هما الاثنين جايين من الالومنيوم كده، مش حاجه رخيصه ولا حاجه مثلا هتاثر على الاداء او الحراره او كده، لا ان هما جايين بالومنيوم كويس جدا ويعني ما بيحبسش حراره او كده. بالنسبه بقى لحاجه شكليه زي مثلا الجي بي هولدر، وليه ما بقتش شكليه قوي بصراحه مع الكروت الجديده. النهارده انا معايا 2 جي بي هولدرز. اول واحد هو محطوط عليه لوجو اسس وكده، وده بيكون بلاستيك بس حاجه نظيفه، مش حاجه مش هتستحمل مثلا ان هي تشيل الكارت او كده، لا كويس، خامته كويسه، بلاستيك نظيف، وكمان شكله رهيب حرفيا. بتوصله في البي سي اي اللي تحت الجي بي يو على طول وتربطه بالمسامير اللي جايه معاه، وبيبقى عندك فراغ كده موجود بتحط فيه البلاستيكه دي وبمسمارين، وجاي معاه مسمارين وصامولتين بتقوم رابطها وخلاص كده تبقى انت جاهز انت تستخدمه. تقدر بقى ان انت تعليه شويه تنزله شويه، توديه يمين توديها شمال، البلاستيكه دي حسب الجي بي يو بتاعك عايز ترفعه منين. وده كان سعره 400 جنيه. وتاني جي بي يو هولدر وهو الكول مون جي تي 8. بصراحه ده كان شكله احلى بكتير قوي، خصوصا ان هو جاي باللون الابيض، وفي نفس الوقت خاماته جايه من الالومنيوم، حاجه نظيفه كده بريميوم. وبرضه بيتوصل بنفس الطريقه بتاعه الاولاني، وان انت بتوصل المسامير بتربطها في البي سي اي اللي تحت على طول الجي بي يو، وبعد كده بيبقى عندك بقى قطعه الومنيوم ثابته فيه بمسمار كده بتفكها، تقدر بقى تحركها يمين شمال فوق تحت حسب ما تلاقي ان الجي بي يو كده مظبوط. غير كده كمان ان الحته الالومنيوم اللي انت بيتصمد عليها الكارت معمول لها كده زي ايه مخده كده من الرابر، بحيث ان هو مثلا ما يجرحش الكارت بتاعك او كده. فبصراحه معتنيين قوي بالتفاصيل اللي هي ايه حاجه تبقى اليت. والار جي بي بتاعه يعني معلوش كلام، بس الفكره ان ده اغلى شويه وهو حوالي 600 جنيه. واخر قطعه بقى اللي بصراحه انا ما كنتش مستعنيها قوي في الاول، بس بقى كده فاجئتني ان هي فعلا كان ليها تاثير جامد جدا جوه الكيس او حتى بره الكيس، وهو ار جي بي كده ستيك ومعمول كده ديفيوزر بحاجه زي ايه نقاشات الدايموند كده، في نفس الوقت اضاءته كانت جامده جدا. والحلو ان هو كمان ماجنت، يعني هيلزق على اي سطح، مش شرط انك تحطه جوه التجميعه، ممكن تحطه مثلا ورا الشاشه ورا المكتب كده، هيديك شكل رهيب. وبيتوصل برضه بنفس طريقه الحاجات اللي فاتت كلها اللي انا قلت لك عليها. والقطعه دي كانت سعرها 300 جنيه بس بصراحه تستاهل، غير ان الخامات بتاعت كل حاجه جامده قوي، مفيش حاجه رديئه، مفيش حاجه مثلا هتاثر على القطعه او كده، بالعكس حاجات كويسه جدا. طيب في الاخر هل فعلا الحاجات دي يعني كويسه؟ هل الحاجات دي مثلا ممكن انت تشتريها او كده؟ بصراحه من غير الحاجات دي تقريبا ما كانش ليها روح كده، يعني كانت حلوه وكل حاجه ومقضيه الغرض وكله زي الفل، بس في نفس الوقت عايزه حته تكاتك كده، خصوصا الواحد بيحب الرجب قوي. في النهايه هتلاقي كل الحاجات دي موجوده عند اكستريم ماج، هسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكربشن، خش كلمهم وقول لهم بس انت مطافي وهم هيعملوا معاك الواجب. واستنى بقى الفيديو اللي جاي عشان هيكون عن حاجه جامده قوي كله بيدور عليها هنا في مصر بس ما عادش
تلاقيها، بس هي برضه موجوده عند اكستريم ميج. وبس كده كنا بغطيت كل حاجه عن قطع الار جي بي. اشوفك الفيديو اللي جاي وسلام.